للموسم الثالث على التوالي الاهلي ما يكسبش غير ماتش واحد من اول 4 ماتشات في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. وانا بصراحه مش عارف دي حاجه وحشه ولا حلوه، لان ال3 سنين دول احنا وصلنا النهائي 3 مرات وخدنا البطوله مرتين. اهلا يا عم. هو في حاجه غلط النهارده، في حاجه غلط في اداء الاهلي هجوميا النهارده، غير طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر ده حاجه غلط كل يوم، كل ماتش طاهر محمد طاهر موجود فيه على الدكه حتى دي حاجه غلط. انما النهارده كان في حاجه غلط مختلفه، ايه هي مش عارف، في حاجه ناقصه. تحس كده ان اللعيبه مش عايزه ترمي الكره جوه منطقه الجزاء، ليه مش عارف. بس بغض النظر عن الحاجه الغلط دي كان في حاجتين صح جدا وجمال جدا. ياسر ابراهيم اللي بيقدم اداء يخلينا نقول عنه انه احسن مدافع في مصر حاليا واحنا مستريحين ومرتاحين الضمير، ومصطفى شبير اللي مش مفاجاه بالنسبه لي وكنت متوقع انه يقدم الاداء ده، ومتوقع كمان انه مستواه هيزيد ويتحسن مع المشاركات الكتير ومع اللعب ومع الاداء الكويس. دول مكسبين حلوين قوي النهارده يعوضوا النقطتين اللي احنا خسرناهم. ده ما يمنعش ان بكره يكون في فيديو مفصل نتكلم فيه عن اللي حصل في ماتش النهارده، فما تنساش تعمل لي فولو